جسم فضائي يظهر في سماء الكويت يقلب الدنيا في وسائل التواصل الاجتماعي، والكونغرس الأمريكي يعقد جلسة استماع عاجل. والله يا جماعة مو طيارة. وش السلام عليكم. شوف جنب القمر، تشوفون يتحرك هذا صحن فضائي. والله قاعد يمشي يا جماعة. شوف مو طيارة، والله العظيم مو طيارة. في الأيامات الأخرى وسائل التواصل الاجتماعي تعبيت بوست تصور وفيديوهات اللي توضح ظهور جسم فضائي في سواحل الكويت. هيك على مجلس النواب الأمريكي عقد جلسة استماع بتاريخ 16 نوفمبر 2024 باش يحكيوا على الحكاية اللي صارت. الجسم الطائر تم تصويره بمقطع فيديو عالي الجودة طوله 13 دقيقة، ويظهر فيه جسم طائر غريب على جسم كرة بيضاء على بعد 20 ميل من سواحل الكويت، ومن بعد تظهر كرة بيضاء أخرى مشيت لها. وحسب مسؤول من وزارة الدفاع الأمريكي، الأجسام الغريبة هذه قاعدين يتحكموا فيها عن طريق الذكاء الاصطناعي، يعني مش قاعدين تمشي وحدها وراها عباد أخرين، وهي سريعة برشا ومستحيل ينجموا يضربوها ولا يضيعوها. وقالوا اللي التكنولوجيا اللي عندهم تفوت التكنولوجيا اللي عندنا برشا. وتوا نسمعوا شنو قالوا في الكونغرس الأمريكي. And since my reporting on this immaculate constellation last month, another source came forward who told me that they saw a roughly 13-minute long, high-definition, full-color video of a white orb UAP coming out of the ocean approximately 20 miles off the coast of Kuwait. It was filmed from a helicopter. Then halfway through the video, the person said the orb is joined by another orb that briefly comes into the frame from the left before rapidly moving again out of the frame. وحسب رأيكم زعما قاعدين نلهيو في العباد بحكايات عاملينها هما، ولا بالرسمي فما كائنات فضائية وجسم فضائي؟ نستنى رأيكم في التعليقات.